أم باسل بارك الله فيها تقول بالنسبة للسجود على الكرسي لما أومئ في السجود والركوع تقول اللي يتحرك الجسم ولا الرأس؟ أم باسل أحسنتي والله على هذا السؤال، لأني انقدح في ذهني شيء وهو التنبيه على أحوال كثير من الناس اللي يصلون على الكراسي. للأسف يخطئون، يعني بعض الناس يصلون على الكراسي أنا شفت بعيني إذا جاء يسجد قال هالشكل كأنه يريد أن يطير، يقول هكذا بالهواء، يعني كبار في السن يخشى أن يعني نخشى عليه أن يسقط. من وين جاب هذا؟ الله أعلم، هذا غلط. كذلك بعض الناس الآن لما يجي يسجد يميل بجسمه كامل حتى يكاد يوصل ركبتيه، هذا غلط. الإيماء يكون في الرأس، الإيماء يكون في الرأس ما يكون في الجسد. الآن جيت خلصت من الفاتحة وسورة جيت تركعين، الله أكبر سبحان رب العظيم، شفتي راسي كيف؟ سبحان رب العظيم، سبحان سمع الله لمن حمده. جيت تسجدين الله أكبر، تنزلين أكثر، هذه يعني للسجود الله أكبر الله أكبر، هذا السجود تنوين به السجود. أما قضية أن بعض الناس يميل بجسمه ويترك حتى ظهره عن الكرسي، يترك ظهره، هذا غلط، هذا مو من السنة. الإيماء بالرأس ما يكون بجسم.